بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل كده وصفة سهلة وبسيطة مع بعض. كبدة كبد وقوانص بالبصل والفلفل. هنبدأ نعملها كده مع بعض. هنا كده المقادير زي ما انتم شايفينها، ده توم، فلفل، كبد وقوانص، وده بصل مقطعاه حلقات كده. هنا بقى بهارات ملح وفلفل وكمون وبابريكا ومرقة وملح. كبد القوانص دي يا بنات أنا سلقتها في مَيّة وخل وقطّعتها بالشكل ده كده. هابدأ كده أول حاجة أنزل على أنزل بالبصل والزيت كده في الطاسة على النار. يالّا يا بنات يا ريت تشجعونا كده وتعملوا لايك وكومنت حلو، يا ريت تشتركوا في القناة، وأهلًا وسهلًا بكل حبايبي اللي نوروني وشرفوني. هابدأ كده آخد تقليبة بالبصل وأنزل عليه كده بالتوم. التوم ده طبعًا أنا مقطّعاه مش فارماه. هابدأ كده أقلّب كده حاجة بسيطة، أنا عايزة البصل يفضل بشكله كده. أقلّب بس فيه حاجة بسيطة كده الأول. وصفة سهلة وبسيطة يا بنات، وطبعًا باحبها بالطريقة دي. لو بتعمل أي طريقة تانية تنساها وتعمل الطريقة دي خفيفة وسهلة وجميلة جدًا. ممكن بقى تاكليها بالعيش وطحينة، أو ممكن تاكليها بمكرونة، تبع ما أنتِ عايزة. كده يا بنات أنا كنت مقطّعة كبد وقوانص بالشكل ده كده. طبعًا كان عندي كمية بسيطة على قدّي أنا ودودو. حبيت أعملها كده معاكم وصفة سهلة وبسيطة يا بنات خالص. هابدأ كده أقلبها شوية بالشكل ده كده، وبعد كده هانزل بقى بالبهارات. يالّا يا ريت تعملوا لي لايك وتشجعوني يا بنات. طبعًا دي كبد وقوانص الفراخ يا بنات، بتاع الفراخ كنت أنا غالياها في مَيّة وخل وفص مستكة. خدت غلوة كده معايا، وبعدين غسلتها تاني وقطّعتها بالشكل ده كده. كده نزلت بالبهارات، هابدأ أقلّب فيها لغاية لمّا تدبل بقى معايا خالص، وأنزل بالفلفل بقى آخر حاجة. كده أنا قلّبتها بالشكل ده كده يا بنات. طبعًا ما أقلبش فيها كتير عشان الكبدة ما تتهرش منّي، لإن طبعًا الكبدة بتستوى بسرعة. بالشكل ده كده. هابدأ أنزل بالفلفل عليها وأقلّبها كده مع بعض خالص. شوفوا شكلها يا بنات ما فيش فيها أي مَيّة ولا حاجة، ناشفة جدًا لإن أنا كنت مسخّنة الطاسة في الأول خالص. هانزل بالفلفل اللي أنا مقطّعاه بالشكل ده كده. طبعًا الفلفل أحطّه يا بنات آخر حاجة عشان يفضل محتفظ بلونه كده معايا. عايزة أقول لكم إنها كانت جميلة جدًا وكان طعمها روعة يا بنات بالشكل ده كده، وعجبت رودي جدًا. طبعًا رودي ما بتحبش تاكل الكبد والقوانص، بس أنا حبيت أعمل الطريقة دي عشان إن هي تحبها. طبعًا أنتم ممكن تغيّروا في الطريقة دي كده عشان خاطر أولادِك ياكلوها. باورّيها لكم أهي يا بنات ما فيش فيها أي صوص ولا أي مَيّة خالص. هابدأ بقى أهدّي عليها خالص بالبخار بقى هيسويها، كل حاجة تستوي مع بعضها. تبقى معايا كده يا بنات بالشكل ده كده أول بعد ما طلّعتها. شايفين بقى الفلفل محتفظ بلونه إزاي والبصل. عايزة أقول لِك إن كان طعمها جميل، جميل، جميل جدًا يا بنات. كده أنا كنت بقى طلّعت عيش فينو من التلاجة، أنا هاكلها بعيش، لكن رودي طلبت مكرونة. عملت لها مكرونة بالصلصة على السريع كده بسرعة، مكرونة سباكيتي اللي هي بتحبها. شوفوا المكرونة يا بنات جميلة إزاي. طبعًا أنا حبيت بقى أزيّن لها الطبق بالشكل ده كده عشان تحب تاكلها. جرّبوا الوصفة دي يا بنات سهلة وبسيطة ويا ريت تعجبكم. طبعًا لو ما فيش حد بيحب الكبد والقوانص تعمليها بالطريقة دي هتبقى طريقة جميلة وحلوة جدًا. كانت وصفة جميلة يا ريت تجرّبوها، يا ريت يكون الفيديو عجبكم.